السلام عليكم، معاكم احمد بدرو. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن طريقه التلفيل بارتي وازاي الناس طلعت ليفل 60 بالسرعه دي. تمام. انا قبل كده كنت شرحت طريقه التلفيل سولو. النهارده نشرح طريقه التلفيل البارتي. زي ما انتم شايفين كده البارتي بيبقى عباره عن 6، واحد كليريك والباقي ويزرد. طبعا كلنا اهم حاجه يبقى الليفل بتاعنا قريب من بعضه. بندور على مكان الوحوش فيه الاسبوان بتاعها عالي، يعني في تجمع وحوش كبير لما بتموت بتصحى تاني بسرعه. طبعا احنا في الفيديو هنا ليفل 51، بنضرب في وحوش 61 تقريبا اعلى مننا في 10 ليفلات. ده اللي بنحاول دايما نعمله، ان احنا بنضرب في وحوش اعلى مننا في 10 ليفلات. حتى لو جبنا ليفلهم ممكن نصبر شويه لحد برضو 10 ليفلات قدام عادي، طالما هم ايه بيظهروا بسرعه وكتير والكلام دوت. تمام. بنفضل بقى متجمعين كده. اهم حاجه ان احنا نكون عاملين جروب واتساب. جروب الواتساب ده بيكون مهم جدا، ان احنا كونتاكت مع بعض احنا الستة، ونحاول ننظم كل حاجة في البارتي. نحاول ان احنا نعمل شيفتات ما بيننا وما بين بعض، الناس تراقب الاكونتات. المفروض يبقى كل واحد مشترك يوجي فون عشان خاطر تقدروا تشيروا اليوجي فون مع بعض وتساعدوا بعض في التلفيل. يعني لو واحد مات مثلا ونايم، حد يخش يصحيه والكلام ده كله. تمام. ده بالنسبة للتلفيل. يعني في بقى جزئية بقى اللي هي جزئية الشحن قد ايه ممكن يفرق معاك في التلفيل. تمام. بيفرق معاك ازاي؟ بتبقى انت شاحن بريميوم، فالاكس بي طبعا بيكون عالي، بيجيلك ساعات اكتر قبل الليفل الجديد ما بينزل. بتكون محوش ساعات على قد ما تقدر. بتحاول مثلا ان انت تبقى معاك 30 ساعة تبقى مجهزهم، ولو وصلت ال 30 ساعة بتفتح كمان حوالي 30 ساعة تانيين، فبيبقى معاك حوالي 60 ساعة. فانت بتبقى جاهز ان الليفل اللي بعده ينزل. اول ما بينزل بنبتدي ايه بقى؟ ان احنا نفتح الكورة وبنفتح البريميوم شغالة كده كده معانا. ونبتدي بقى بالسلك نحاول نجيب سكرولات دامج وسكرولات ديفنس وسكرولات اتش بي وسكرولات ام بي، سكرولات اس تي ار وسكرولات اي ان تي. كل ما يبقى معاك من ده اكتر، كل ما تبقى انت دامجك في البارتي والديفنس عالي جدا، فتعرف تظبط الدنيا. يعني لو الستة عاملين كده انت تقريبا كده تبقى توب 1. فاهم قصدي؟ بس يعني ده اللي احنا بنحتاج ان احنا نعمله. لو تقدر ان انت طول فترة التلفيل تبقى فاتح سكرولات على طول، معاك البريميوم، معاك الساعات، الكلام ده كله، انت كده تمام قوي، انت كده هتبقى رانك وش. بس فاحنا كنا مظبطين الكلام ده كله، عشان كده الحمد لله عملنا توب 10. الكلام ده ما بيتظبطش بسهولة، لازم تتابع الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي كلها عشان تعرف توصل الليفل ده. في حاجة كمان، المفروض يبقى معاك ورد. الورد اللي هو بيجمع الوحوش عشان خاطر البارتي يبقى مظبوط والاتاك يبقى مظبوط. الورد ده بنجيبه ب96 سلك من السلك شوب، بنجيبه 6 ساعات نحطه، نفتح 6 ساعات. اول ما يخلص ال6 ساعات لو معانا كورة ومعانا سكرولات تانية والكلام ده كله، بنفتح 6 ساعات تانيين، وهكذا وهكذا وهكذا، هتلاقي الدنيا معاك زي الفل. تمام. ايه تاني عندنا؟ بالنسبة بقى للكوستات، انت برضو بتحاول ان انت تبقى مخلص اخر كوستات وجاهز على الكوستات الجديدة. تمام. اول ما الساعات تخلص منكو تبتدوا تروحوا تعملوا كوستات لحد ما يجي وقت ان انتوا تبقى معاكوا ساعات تاني، بعد كده ترجعوا تاني وهكذا. فاهمني؟ فالكوستات بتتعمل بس مش اول حاجة. يعني الكوستات دي بتبقى جاهزة بس في الوقت اللي هو الساعات هتخلص فيه. اول ما تخلص فيه تروحوا تعملوا الكوستات وترجعوا تاني وهكذا. تمام. انا كده النهارده عرفتكم طريقه البارتي، عشان في ناس كتير مش عارفه ازاي تلفل بالبارتي. ولو محتاجين اي حاجه، الجروب بتاعي موجود بتاع الواتساب، ممكن تخشوا تسالوا، ممكن تخشوا تجمعوا بعض في بارتي وتظبطوا الدنيا. هيفرق معاكم جدا الكلام دوت لو عملتوه. ان شاء الله هتظبطوا رانك كويس والدنيا هتبقى تمام. بس لازم تبقى عارف برضو ان اللعبة هنا يعني سياستها بي تو وين. يعني انت كل ما هتدفع اكتر وتشتري سكرولات اكتر والكلام دوت، كل ما الدنيا هتبقى معاك احسن. كل ما تبلص سلاحك وانتوا الستة سلاحكم مبلص وقوي، كل ما دمجك هيبقى احسن، كل ما تعلى اسرع، الكلام ده كله. فهي مع الاسف برضو اللعبة بي تو وين، عشان تبقوا عارفين، عشان ما حدش يجي يقول لي ازاي اشحن ده كله اعمل ده كله. هي دي سياسة اللعبة من زمان، مش اول مرة يعني سيليك روت تكون كده. تمام. شرفتوني. احتجتوا اي حاجة ممكن تبعتولي على جروب الواتساب. شكرا.